الفلسطيني. طبعا المعمول راح اعمله بطريقة حلوة وسهلة وبسيطة. راح امشي معاكم خطوة بخطوة وافرجيكم كيف طريقة المعمول ليكون ناجح معاكي ويزبط معاكي من اول مرة. طبعا مثل ما انتم شايفين عنا اهم حاجة بالمعمول، عنا قالب العجوة، وعنا الوعاء اللي راح نخلط فيه مكونات المعمول، وعنا طبعا السميد، وعنا نص كاسة من الدقيق. اول حاجة راح نعاير 3 كاسات من السميد. راح اضيف الكاسة الاولى، هي الكاسة الاولى، هي الكاسة الثانية. طبعا انا استخدمت السميد الحبة الوسط، ما استخدمتش السميد الناعم ولا السميد الخشن، استخدمت الحبة الوسط بالشكل هذا مثل ما انتم شايفين. حبيت افرجيكم اياه ليزبط معاكم ويكون الوصفة كتير ظابطة معاكم. طبعا عنا نص كاسة، نفس الكاسة اللي عايرنا فيها السميد، نص كاسة من الدقيق. راح اقلب المكونات مع بعضها. طبعا هينا عبينا 3/4 الكاسة من الزبدة. طبعا زبدة جنة انا استخدمت، هي كتير زاكية بالحلويات والكعك والمعمول. طبعا انا دايما بفضل استخدمها. وعنا الزيت النباتي، طبعا راح اضيف ربع الكاسة. طبعا احنا عبينا الكاسة 3/4 من الزبدة، والربع الباقي بنعبيه من الزيت النباتي. والزيت النباتي راح نسخنهم تسخين بس على الغاز لعند بس ما تدوب الزبدة وبس، ما نقدحهم، لانه المعمول ما بده قدح للزبدة غير عن الكعك. احنا الزبدة والزيت النباتي، وراح نضيفهم على السميد والدقيق ونبسبس فيهم السميد والدقيق بالشكل هذا. راح نستمر في التقليب لحتى الإدام والسمنة يفوت داخل السميد، لحتى يفتح حبة السميد معانا. طبعا بنقلب بالشكل هذا. طبعا مثل ما انتم شايفين كل السميد اتغلف بالزبدة والإدام اللي معنا. طبعا بالشكل هذا راح نتركه لعند ما يتفتح معانا. ممكن نتركه 4 ل5 ساعات او ممكن نتركه طول الليل. طبعا انا راح اتركه طول الليل يتبسبس السميد. طبعا كل 2-3 بنفتح عليه، بنقلب هيك بالشكل هذا، بنقلب بشويش، نقلب المكونات حتى تتفتح الحبات، وبعد هيك بنغطيه من تاني. كل 2-3 بنرفع بنقلب، وبعد هيك بنغطيه. طبعا راح اغطيه بباكيت النايلون وراح اتركه للصبح. وطبعا هينا رجعنا لكم بعد ما تركنا السميد يتبسبس طول الليل. شوفوا كيف شكله تغير معانا، شوفوا كيف حبة السميد اتفتحت معانا. طبعا هلا راح نحضر المعمول. طبعا اول حاجة راح نحط 2 معلقة كبيرة من السكر المطحون. لازم يكون مطحون لانه المعمول لازم كل اشي يكون فيه هش ودايب، ما يطلع اشي يقرش. وعنا معلقة مطحونة من المحلب، وعنا معلقة صغيرة من كلفة الكعك، وعنا معلقة صغيرة من ريحة الكعك. طبعا المعلقة صغيرة من المحلب حطينا. بنضيفهم على خليط المعمول. راح اضيف كمان 2 سكر فانيلا بيعطي نكهة كتير حلوة. راح اضيف نقطة من ماء الزهر المركز، بس نقطة، يخلي طعم المعمول كتير زاكي وله نكهة كتير حلوة ومعطر طعمه وزاكي. طبعا نقلب المكونات الناشفة كلها مع بعضها بالشكل هذا.
كاسة مية. طبعا في ناس بتعجن المعمول بالحليب، طبعا الحليب بعد تقريبا يومين او 3 ايام بتغير طعمه، فلهيك انا بنصح دايما المعمول بدك تعمليه ويضل معاكي فترة طويلة وما يتغير طعمه، بنصح انه تعجنيه بالمية. افضل حاجة المية، ما بتغير طعمه وبضل طعمه كأنك لسه اليوم عملتيه. طبعا بنحط هاي على جنب وراح نلم المعمول بالايد. طبعا بنلم المعمول لم ما بنعجنه، مثل ما انتم شايفين بنضيف شوية شوية بالمية، ونحاول نجمع ونلم المعمول من هان ومن هان. راح اضيف كمان شوية. طبعا بنضل نضيف لعند ما نحس انه عجينة المعمول بدأت تتماسك معانا، تشكل العجينة متماسكة تكون. طبعا بنحاول نجمع مثل ما انتم شايفين، ما بنعجن، لانه اذا عجلنا بيطلع معانا المعمول يابس مثل الحجار، فاحنا بنحاول هيك يدوب نلم لم او الردم، طريقة الردم بالمعمول. المهم ما بنعجنه. هذا من سر من اسرار نجاح المعمول معانا، انه ما بنعجن، فقط بنلم لم وبنفركه كده فرك. نحاول نفرك بس. ما بنضغط على العجنة لحتى تضلها هشة وطرية معانا ما تيبس. نضيف كمان شوية مية. طبعا مثل ما انتم شايفين بنحاول نظام ردم في المعمول بالشكل هذا. طبعا هيك عجينة المعمول صارت جاهزة تقريبا معانا، بدأت تتماسك معانا العجنة. طبعا بناخد منها قطعة بنشوف إنها سهلة التشكيل ولا لا. طبعا بالشكل هذا هنا كورناها وبنحاول، شوفوا كيف يعني العجنة حلوة وطرية سهلة التشكيل. طبعا هيك العجنة صارت جاهزة، طبعا ما فيها أي تشققات بالشكل هذا، ما فيها أي تشققات، العجنة كتير حلوة، صارت جاهزة لنشكل المعمول. وطبعا أول حاجة راح نحضر قوالب المعمول اللي راح نعمل فيها المعمول، وعندنا طبعا راح نستخدم برضو القالب هذا، نحطهم على جنب هنا. وهي العجوة حضرناها، طبعا حطينا عليها معلقة كبيرة من القرفة، وحطينا عليها معلقة صغيرة من إبهار الكعك، وحطينا عليها معلقتين كبار من السمسم. طبعا السمسم لازم يكون كتير ومبين فيها، بيعطي طعم كتير زاكي. وعجناها بالزيت النباتي. تقريبا صارت معنا عجينة العجوة طرية وهشة وسهلة التشكيل بالشكل هذا. أول حاجة رح ناخد قطعة من عجينة المعمول، نحطها، وهي عندنا قطعة من العجوة. أول إشي بنفتح بنشكلها بالشكل هذا، وبنحط كرة من العجوة جواتها بالشكل هذا، وبنحطها هنا، وبنيجي بالقالب نضغط عليها. طبعا بالشكل هذا صارت جاهزة معانا أول معمولة حضرناها. طبعا إحنا حضرنا المرة هذه راح نحطها ورق الزبدة، طبعا حضرناها بالقالب هذا. شكل القالب هذا كتير حلو، النقشة تبعته كتير حلوة. راح أعمل بالقالب التاني، راح أخذ شوية من عجينة المعمول وأعملها بالشكل هذا، أحط جواتها كرة من العجينة وأعملها على شكل كرة
بالشكل هذا. راح احطها في القالب واضغط عليها بالشكل هذا. شوفوا ما احلى شكلها، شكلها كتير حلو، شكل الرسمة كتير حلو وبجنانة المعمولة. راح احطها بالصينية. طبعا مثل ما انتم شايفين جهزنا كم من قطعة من المعمول. راح اخلص كل الكمية اللي معي وافرجيكم كيف بكون الشكل النهائي قبل ما نفوتهم بالفرن. وطبعا مثل ما انتم شايفين المعمول صار جاهز معنا. شوفوا ما احلى شكله وما احلى رسمة القالب، طبعا على شكل وردة. عملنا حبينا نعمل شكلين من اشكال المعمول اللي هو الشكل هذا والشكل هذا. طبعا هيك المعمولات صاروا جاهزين لنخبزهم بالفرن ونفرجيكم كيف شكلهم النهائي. وطبعا مثل ما انتم شايفين المعمولات صاروا جاهزين معنا. شوفوا ما احلى شكلهم، شكلهم كتير حلو وبشهي. شوفوا ما احلى المعمولات، شوفوا كيف من تحت محمرين. شوفوا ما احلى شكل المعمول، كتير حلو وبشهي. طبعا وصفة المعمول هذه وصفة خطيرة خطيرة كتير، راح تعجبكم كتير. أهم حاجة تمشوا على نفس الخطوات اللي عملتها ليطلع معاكم المعمول ناجح بنفس الطريقة هاي. شوفوا كيف افتح واحدة وتشوفوا كيف، شوفوا كيف بجنن، مليان عجوة كمان. شوفوا كيف بهش، معمول بجنن وبهش. كمان هاي شوفوا كيف العجوة، مليان عجوة وبهش. وطبعا مثل ما انتم شايفين هي طريقة التقديم للمعمول. حطيناه في الطبق هذا وبهيك معمولاتنا صاروا جاهزين. أزكى معمولات بالسميد. طبعا شوفوا رشينا عليهم شوية من السكر الناعم، وأزكى معمول حضرنا لكم بطريقة سهلة وبسيطة وحلوة. ما تنسوا تدعموا القناة بلايك واشتراك وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد معنا. شكرا على المتابعة أحلى متابعين، يعطيكم العافية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.